السلام عليكم. يلا نختبر مع بعض الزبدة ونشوف هل هي مغشوشة ولا سليمة. أول حاجة هنقطع قطعة كده منها، وبعد كده ندهنها على ايدينا ونشوف هل هي بتدي لمعة كده ولا بتجلد. لو بتدي لمعة يبقى هي تمام، لو بتجلد في ايديكي ومطفية كده تبقى هي مش سليمة كده. هنقسمها كمان من النص ونشوف هي ناعمة ولا خشنة وفيها كده كلاكيع. اوقات بيحطوا فيها بطاطس، اوقات بيحطوا فيها كركم كده. هنشوف الحاجات دي وهيبان كمان معانا واحنا هنسيحها مع بعض كده. دول حوالي 2 كيلو. هحطهم في حلة زي ما انتوا شايفين كده، وهعلي عليها النار لحد ما تبدأ تسيح. هي كده بدأت ان هي تاخد شوية غليان كده، هي بدأت تسيح شوية اهي زي ما انتوا شايفين. هوريكم كل المراحل بتاعتها. وانتي بتسيحيها خلي بالك وما تسيبيهاش على النار وتروحي في حتة. احنا هنخلي النار عالية لحد ما القطعة السليمة ديت تبدأ تدوب معايا، وبعد كده هبدأ اوطي عليها واخلي النار بتاعتها شمعة. وخلوا بالكم كمان من علامات الزبدة المغشوشة ان هي بتفور على البوتاجاز وتفضل تطفو تطفو كده وتغرق البوتاجاز كله مجرد ما بتبدأ تغلي. لكن السليمة بتلاقيها بتغلي كده بهدوء زي ما انتوا شايفين كده. انا موطيه عليها النار وريحتها حلوة، يعني ريحة سمنة بلدي فعلا. زي ما انتوا شايفين كده هي بتبدأ تغلي معايا بالراحة اهو، وانا بقلب فيها ما سبتش المعلقة من ايدي. وخلوا بالكم بنقلب كل 10 دقايق تقريبا. وهتلاقي كمان المرطة بتاعتنا بتطفو تحت كده. وانتي بتقلبي حاولي تجيبي قاع الحلة كده. دي كده المرحلة التانية بتاعتها لما بدأت خلاص ان هي تركز تحت شوية زي ما انتوا شايفين اهي كده. دي المرحلة التانية بتاعتها. انا مهدية النار على الاخر وهي فضلت تغلي 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 لحد ما طلعت كده ريم كده على الوش. هنا بدأت تاخد لون، ولونها الرغاوي بدأت تهدى خالص اهي زي ما انتوا شايفين كده. يعني انا قربت على فكرة، انا مولعة عليها كده بقالها حوالي ساعة. تمام. في الاول عليت النار وبعد كده بدأت ان انا اهدي النار بعد ما سيحتها خالص. وقبل ما تبدأ تستوي معاك ولونها يحمر بتطفي عليها لان هي بتكمل تسويتها في الحلة شوية، تقعد لها بتاع 15 دقيقة كده على النار. كده كده هي بدأت تصفى بعد ما طفيت عليها، سبتها تهدى. كده رقت خالص. هبدأ اعبيها في البرطمانات بتاعتي، وانا هنا عبيتها كنت غاسلة البرطمانات ومعقماهم. وادي ادي البرطمانات اهي. ودي سمنة بيضة كنت عاملاها من يومين بس ما سجلتش الفيديو بتاعها. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله جميلة ومرملة. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاعي. دي كمان المرطة، يعني هما 2 كيلو مش مطلعين مرطة كتير. وبرده من العلامات ان انت تعرفي الزبدة كويسة ولا لا ان هي ما تطلعش. ما ننساش يا جماعة حاجة مهمة، والزبدة بتاعتنا على النار بتغلي نحط رشة ملح عشان دي هتحفظها. طبعا دي سمنة بقري مش جاموسي. الجاموسي هي البيضة اللي انا لسه اللي انا كنت مسيحاها من يومين، بس بصراحة ما نزلتش الفيديو بتاعها. يا رب يكون الشرح واضح، ولو في اي استفسار تسألوني عليه. السلام عليكم.